ازيك يا ورور؟ ولو عايز تعرف يعني ايه ورور اتفرج على الحلقة الأولى. صحصح بقى معايا وركز واسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم لك في تامن حلقة من حلقات مشروع ممكن من إنتاج أثر. الشخص الغشاش مش دايما ممكن يأذيك، لكن في غشاش ممكن يسحب روحك بالتدريج، هيضحك عليك وينيمك، وللأمانة يعني مش هيخلي نفسك في حاجة. عاوز تبقى مبسوط؟ هيخليك أسعد إنسان في الكون. عاوز تبقى غني؟ هيحسسك إنك ساويرس الدنيا ويحسسك إنك أذكى واحد في الدنيا. هيخليك تشوف وتسمع كل حاجة بوضوح ولا كأنه بيضحك عليك وبيسحب روحك بالبطيء، وإنت في قمة سعادتك وإحساسك إنك عظيم. الغشاش ده يبقى المخدر الأكثر شيوعاً. المخدر اللي وصلت نسبة تعاطيه في مصر ل 6.24% من نسبة السكان، يعني ما يقرب ل 6,740,000 نسمة. انت متخيل الرقم؟ المخدر الأكثر شيوعاً. أنا عارف إنك اتخنقت مني وعايز تعرف إيه هو الشيء ده، بس أنا سايبك تخمن. صح يا ورور، الشيء ده يبقى الحشيش. تعال معايا بقى يا ورور نرجع كام سنة لورا كده. لا مش كفاية، ممكن نرجع ورا أكتر شوية. حلو كده. تعالى بقى أقول لك إزاي اكتشفوا الحشيش. الحقيقة إن الموضوع بدأ لما الإنسان قرر ينخور في ماضيه، والحقيقة برضو إن أجدادنا زمان ما قصروا. يعني القدماء المصريين مثلا سابوا لنا بردية إبوير، والبردية دي كانوا كاتبين فيها وصفات علاجية لكتير من النباتات، وكانت منهم نبتة القن اللي بيستخرج منها الحشيش والمرجوان، وبيقولوا انهم كانوا بيستخدموه لعلاج القيء والالتهابات والاضطرابات النفسية، وكاتبين انهم كانوا بيعتقدوا ان الهلوسة اللي بتيجي للمريض دي طرد للارواح الشريرة الساكنة داخل المريض المتعاطي. عليهم حاجات غريبة برضو اجدادنا. بردية ابوير ما كانتش الوحيدة اللي اتذكر فيها نبات القن، كان في كمان بردية الرامسيوم، ودي كان مكتوب فيها انه بيعالج مرض الجلوكوما اللي بيصيب العين، وغيرهم زي بردية فيينا وبردية تشستر بيت السادس. وكمان علماء الآثار لقوا حبوب القنب على مومياء رمسيس الثاني. جريلي بقى الزمن شوية، سنة 1798 بقى لما نابليون جيب الحملة على مصر، ما كانش متوفر في مصر خمور كتير بطبيعة انها دولة اسلامية وكده، فاضطر الجنود الفرنسيين انهم يجربوا بديل الخمور دي، وكان البديل ده هو الحشيش. ومن الواضح ان الحشيش المصري كيفهم جامد يا ورو، لدرجة ان قيادات الجيش الفرنسي منعته عنهم لانه كان مبوظ سلوك العساكر تقريبا. بس المضحك بقى ان الحملة الفرنسية وهي ماشية من مصر خدوا امدادات من الحشيش معاهم لفرنسا. جامدين المصريين برضو. سنة 1882 في ظل الاحتلال الانجليزي اصدرت الحكومة المصرية حظر على الزراعة، لكن سابوا المساحة للناس اللي بتتاجر في القنب للتخلص منه وتصديره بدل حرقه، لحد ما تم تجريمه بعد كده نهائيا سنة 1979. تعال بقى اقول لك الانواع اللي بتطلع من نبات القن ونفصصها مع بعض علشان تعرف الحشيش بيعمل ايه في مخك يا متكي. اول نوع هو المريجوانا، ودي عبارة عن الاوراق والزهور المجففة بتاعة نبات القن، وده منتشر في الدول الأوروبية وأمريكا. تاني حاجة بقى هو الحشيش، وده عبارة عن الصبغ النباتي اللي بيجففوه ويخلطوه مع مواد التبغ. أما تالت نوع بقى هو الزيت، وده بيكون فاعليته جامدة جدا، فبيحطوه على طرف السيجارة ويدخنوه. أول ما بتدخنه بيدخل جري على مجرى الدم علشان يبدأ تأثيره خلال نص ساعة، وبيستمر تأثيره لمدة 3 ساعات. هتبدأ تحس بعدم اتزان، هتحس بالوقت بطيء أو سريع جدا، هتسمع وتشوف كل حاجة بوضوح شديد جدا، هتحس إنك ذكي جدا ومبسوط، وده هيحسسك إنك مميز عن كل اللي حواليك وإنك جامد. لكن في الحقيقة الحشيش بيحتوي على مادة THC، والمادة دي بتتشابه مع مادة اسمها أناندمايد، ودي موجودة في مخ الإنسان، والتشابه في البنية دي بيسمح للتعرف على الأدوية من الجسم، فبيحصل تغيير للواصل في الجسم أول ما بناخد جرعة الحشيش، وهنا الجسم بيتعرف عليها على انها اناندمايد. بس ال THC ما بيكونش ليها نفس الوظيفة بتاعة الاناندمايد، وفي الحالة دي بيحصل اللي انا عاوز اوصله لك يا ورور. مادة ال THC بتأثر على دماغك تأثيرات كارثية على المدى البعيد وانت مش واخد بالك،
بتأثر على المناطق المسؤولة عن المتعة والتفكير والحركة والتركيز والذاكرة، فتيجي بعد فترة من تعاطي الحشيش تحس انه حصل حرفيا مسح عشوائي لذكرياتك. هتحس كمان انك على طول كسلان وعايز تنام وما عندكش قابلية للتفكير في اي شيء. وصدقني لو قعدنا نتكلم عن كم الاضرار الجسدية اللي بيسببها الحشيش مش هنخلص الحلقة، ده غير الاضطرابات النفسية اللي ممكن توصل للفصام والاكتئاب. وفي المرحلة دي مفيش رجوع، يعني مش هتقرر مثلا انك هتبطل علشان الاكتئاب او غيره ينتهي، لان المرض النفسي هنا خلاص ما بقاش مرتبط بالحشيش وممكن يكمل معاك حتى بعد ما تبطل. وهنا انا مش بحبطك، بالعكس كل شيء وليه علاجه، لكن بنبهك علشان احنا اتفقنا من اول الحلقة اننا اصدقاء. الحشيش يا ورور ممكن توصل اضراره معاك للبارانويا وفقدان الذاكره والهلاوس واضطرابات ما بعد الصدمه. طب ليه الانسان يتعاطى شيء ممكن يضره بالشكل ده؟ الموضوع بيبدا مع التجربه وبعد كده بيبقى كل شيء جميل، من بدايه احساسك بالنشوه والسعاده الغير مبرره وعدم احساسك بالوقت واحساسك انك دايما طاير عايش في عالم غير العالم بتاعك اللي مليان ضغوطات ومسؤوليه ودوشه. انت في لحظه بتبعد عن كل ده وبتشعر انك حر، لكن زي ما قلت لك الحشيش هو اكتر غشاش هيضرك وهيغفلك بدون ما تحس انه بيضرك، بل بالعكس هتشوف انه سبيلك الوحيد للسعادة وسط ضغوطات الحياة. علشان كده الناس بتحب الحشيش، وخصوصا الشباب اللي الدنيا لطشت معاهم في فترة من فترات حياتهم وحبسوا نفسهم في الفترة دي طول عمرهم بسبب الحشيش وهم مش حاسين. تعال بقى اقولك على شوية نسب كده تعرفك احنا رايحين على فين. بتتصدر مصر الدول العربية كأعلى دولة في نسبة تعاطي الحشيش، واللي بتوصل ل 6.24% من إجمالي عدد السكان لعام 2021. وفي دراسات بتقول إن النسبة وصلت ل 10.4% لعام 2023، وبيجي بعدها في المرتبة الثانية الإمارات بنسبة 5.35%، وبعدها المغرب ثم الكويت ثم تونس. مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة أعلن في 2021 إن نسبة تعاطي المخدرات زادت بنسبة 40% رغم زيادة معرفة البشر بمخاطر المخدرات، وإن في حوالي 275 مليون شخص جرب المخدرات في 2021، ودي أرقام كارثية. والكارثة الأكبر إن النسب الأعلى في التعاطي بتكون لأشخاص بتبدأ أعمارهم من 15 ل 20 سنة. طب إزاي نقدر نحمي ولادنا اللي في سن المراهقة من التجربة والتعاطي؟ أول وأهم حاجة إنكم تكونوا بمثابة أصدقاء ليهم في السن ده، تسمعوا منهم، تعودوهم لو غلطوا يجوا يقولوا لكم أول ناس وما يخافوش، لأن الغلط لما بنلحقه في الأول بيكون أفضل بكتير. تاني حاجة املوا لهم اوقات فراغهم دايما بحاجه مفيده زي الرياضه او انهم يتعلموا حاجه جديده او غيرها. تالت حاجه الرقابة على أصحابهم مهمة جدا، يعني تبقوا عارفين هم مصاحبين مين، بيقعدوا فين مع أصحابهم، ومين من صحابهم طايش وممكن يجرهم لحاجة زي دي. رابع حاجة أكدوا عليهم إن كل ما يغيب العقل حرام، لأن الشباب دايما بيحللوا لنفسهم الغلط علشان يعملوه وهم مرتاحين البال. خامس حاجة علموهم إزاي يتعاملوا مع الضغوطات النفسية وإزاي يفرغوا طاقتهم بطريقة سليمة. في طرق كتير جدا نقدر نحمي ولادنا بيها من المخدرات، بس محتاجين نهتم ونتعب شوية علشان لو كل أب وأم ركز مع ولاده صدقوني هنطلع أجيال قوية ما بتتأثرش بكلام حد بره البيت ولا على النت. هنطلع أجيال تقدر تقول لأ أنا مش هجرب علشان عارف مصلحتي مش علشان خايف من بابا. هتيجي تقولي طب واللي بيشرب من زمان ومش عارف يبطل ممكن يبطل؟ هرد عليك اقولك زي ما قلتلك في اول الحلقة يا وارو، كل شيء ممكن، بس كل شيء بيحتاج إرادة قوية ونفس قوية تقدر تجاهد ضعفك واستسلامك. لو عايز فعلا تبطل اتعلم تجاهد نفسك وتحرمها من الحاجات اللي بتحبها بسبب او من غير سبب لغرض انك تأدبها فقط. بعد كده ابدأ شوف مين أصدقائك المقربين، مين بيحبك بجد وعايز مصلحتك، ومين بيحب قعدتك ساعة الشرب. ابدأ ابعد نفسك عن القعدات اللي فيها شرب، لأن بمجرد خروجك من القعدة دي انت مشيت نص الطريق. ابدأ جرب تجري، تلعب رياضة ايا كانت، جيم أو كورة أو أي رياضة تخرج بيها السموم من جسمك. شوف بديل فورا للوقت اللي بقى فاضي في يومك واملاه بحاجة ممكن تشتغل أكتر فتنتج أكتر وتزود دخلك بدل ما كنت بتشتكي من ضيق الحياة. ممكن تقرا كتب وتثقف نفسك، ممكن تقعد مع اهلك اللي بيحبوك واللي اكيد كنت ناسي تقعد معاهم ايام ما كنت بتشرب. ممكن تعمل حاجات كتير جدا احسن من انك تدمر نفسك.
ولو استفدت من كلامي أو حرك فيك شيء اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، لعل وعسى أكون سبب يخليك تقتنع إنه ممكن. مع السلامة.